السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح طريقة تغيير الدي ان اس للراوتر. هنبدأ على بركة الله. خطوات اللي حضرتك هتعملها: نفتح متصفح جوجل، هنخش نفتح متصفح جوجل وهنكتب في البحث 192 بوينت 168 بوينت 1.1. انا بكتب 10 لان انا مغير الاي بي بتاع الراوتر الخاص بي، وهندوس انتر. هتظهر معاك الصفحة ديت، هتدوس على الاعدادات المتقدمة. الاتصال هنا بالموقع غير امن. ننزل تحت، الرابط تحت اهو متابعة. بتظهر معاك صفحة الراوتر دي. الباسورد مكتوب عندك الادمن والباسورد اليوزر نيم، والباسورد مكتوب على ظهر الراوتر. بالنسبة للأجهزة الجديدة كلها، الأجهزة القديمة اللي من قبل 2019 كان الباسورد الأغلب اليوزر نيم أدمن والباسورد أدمن. الجديد كله الباسورد مكتوب على ظهر الراوتر. هنكتب أدمن وهننزل نكتب الباسورد لو حضرتك مغيره او اللي على ظهر الراوتر عادي بتكتبه زي ما حضرتك عامله. بتكتبه كده. هنخش لوجن كده. دخلنا صفحة الراوتر. ده الراوتر ال HG 630 فيرجن 2. بيفتح معانا بالنظام ده كده. هنخش على طول لتغيير الدي ان اس، هنخش على هوم نتورك وهننزل على لان انترفيس وهنرفع ننزل على دي اتش سي بي سيرفر وهنغير الدي ان اس. بتبقى عند حضرتك كده، مش بتبقى باينه لما بتدوس عليها، بتبقى عند حضرتك كده. بتدوس مانوال بتظهر معاك الدي ان اس. نعمل الاولاني 4 8. في رواتر مبتقبلش الا لما تكتب الاحتياطي عادي، بتكتب برضه ال4 8 لعدم التعارض. بتكتب ال4 8 لعدم التعارض. انا عندي الراوتر قابل ال4 8 الاساسي فقط ومسيف عليه. مدة التأجير بتاع الاي بي عشان ما يفصلش منك كل ربع ساعة مثلا او ساعة على حسب مدة التأجير بتغير. بتبقى عند حضرتك 1 دي، بتعملها على اخر خيار كده وبتدوس سيف كده. السيف مع حضرتك، دوس سيف ديلك ان هو السيف الدي ان اس كده. خلاص خلصنا، هنخرج خالص
ونراستر الراوتر، وبكده نكون احنا غيرنا الدي ان اس للراوتر. مجرد ما هتعمل آلي في الريسيفر على الدي ان اس، تنزل على اكثر وتعلم آلي، بيسحب الرقم اللي حضرتك انا غيرته ده، وده بيمنع الرسترة وبيمنع الفصل. شكرا، واي استفسار او اي تعليق سيبه على المنشور وانا هرد على حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.